Olo المجلس العسكري الأجباري هنا بالدور دار كنا olo داعش أمرات تحرير مدينة منبج هدية للقائد عبد الله أوجلان، للقائد العام طبعا. يلا بامجد ها مقاتل الأكراد ها الدولة الإسلامية تسقط شوي شوي اصحى توقعوا عشان هاي بس هون olo المجلس العسكري الأجباري هنا بالدور دار كنا olo داعش أمرات كنا نعم دوار بطنة آلات شياخيلين أمرات أكثر كوني هوا ترسمونا شباب فرحان طبعا بيتي انا هون موجود كمان بالحاره، والحمد لله رب العالمين بفضل قوات سوريا الديمقراطيه وفضل الشباب والمجلس العسكري. الحمد لله رب العالمين تم تحرير المناطق كلها وان شاء الله على قلب البلد باذن الله، والحمد لله رب العالمين. مثل ما يقول بعض المحطات يقولوا انه والله اتدمرت منبج وساوت كذا وتفشلت البيوت. هاي هي منبج، هاي البيوت كلياتها موجود لسه ما فيها اي تدمير وما فيها اي تفجير. طبعا اكثر التفجير اللي صار هو بالالغام وبالسيارات المفخخات تبع داعش، والحمد لله رب العالمين. البناء يتعوض باذن الله. يلا بامجد ها داعش تقول
اني قوات سوريا الديمقراطيه والمجلس العسكري لمدينه منبج اني بعمره نحن قلنا له طبعا راح نساوي ان شاء الله حفله على دوار البطه. قال انتم ما خرج. نحن نقول له لداعش شوفوا بعينك، هاي قوات سوريا الديمقراطيه وهي الشباب كلهم موجودين، وهلا الحفله هي مؤقتا على دوار البطه، كان اسمها دوار البطه، وان شاء الله راح نسويها بنص الساحه. وطبعا في شغله من اهالي منبج، من شعب منبج، من مدنيه منبج، يقدموا تحرير مدينه منبج هديه للقائد عبد الله اوجلان، للقائد العام طبعا عبد الله اوجلان الله يفك سجنه. نحن كمان نطالب باخراجه باقرب وقت ان كان، وان شاء الله نحن يضل قائد إلنا كمان. نحن مو بس اني للكراد او شيء، نحن العرب ان شاء الله كمان نحن بدنا اياه قائد إلنا، وان شاء الله الله يفك لنا سجنه، وان شاء الله الفرحه الكبيره بتحرير منبج بالكامل.